يا فهد ايش العلم، ايش السالفة؟ هذا ايش الله يخليك؟ هذا جراد. جراد وش تسوي به؟ فطور اليوم رمضاني جراد، بذوقك اليوم جراد. تبي نفطر جراد؟ ابد ما افطر انت الله يخليك. وعاد ابو بدر والله ما ادري عنها العلوم بدر. جراد او نصوم نفطر على بصله. والله انا بصلها اليوم بصله اليوم يمكن نسيب. هذا والله الجراد ما لقيت الا جراد. ها وش بتسوي به؟ طيب انت وش بتسوي به؟ اليوم طبخينه بدري بعد لان يبي ساعه الحين. ما كيف ساعة. كيف بتاكله كيف؟ اول شيء طبخناه ونظفناه ايه ضبطناه وعلى طول هنا ثم قلقل على كيفك، بنضيف الاضافات الحلوه هذه وبعدين برجر جراد. شفت البرجر؟ كيف تحطه في برجر؟ اي شفت البرجر؟ ايه؟ نفسه سحبناه جبناه هنا وعلى طول. الجراد هذا بتحطه في برجر؟ الله الله. لا الرجال اليوم راعي حد جرب؟ اي ما عادي كثير كلتوه وعلى كثير فكره ما في حد جرب، اليوم انت بتجرب. ما شاء الله. في حد كثير كم يعني؟ انت الاول. نسبة الضحايا كم بعد التجربة؟ الضحايا الظاهر بعد. انا بجرب، انت بتجرب؟ انا ما اظن. ما تجرب. انت كيف ناوي؟ انا بقول لك مرة من مرات رحنا برا المملكة، واحد لزم علينا نقلط عنده. يوم قلطنا اقول للشباب يا نجرب خاطر، السخاوي رحمه الله يطل جبر الخواطر من اعظم القربات. الله. قالوا توكلنا، دخلنا عند الرجال ولا جايب لنا هك ورك حصان خوي ما اشوفه من ورا، وجاب لنا حليب. وش هذا؟ قال حليب خيل. بعد الاول قال ما ابي، الثاني ما ابي. يوم وصل عندي في الاخير خوي اللي جنبي يلتفت علي يقول اشرب خلي السخاوي ينفعك. والله شربت، والله جبرت خاطر. عشان جبر الخواطر. والحين بتجبر الخاطر. شو اسوي؟ خلي السخاوي اجل ينفعك بعد. انا بالنسبه لي والله ما اظن جراد يا رجل. أحد ما ياكل هالجمال؟ في احد ما ياكل هالنبات الحلوه الجميله؟ شوف انت يا فهد يا الله يجزاك الجنه. الجراد الحين معروف عنه انه فهد الله يخليك يا تاج راسي. الجراد معروف عنه متزوج عند الناس انه حشره. شوف لا تقول حشره والله. ها تجي سالفه وشي لا تقول ناقه حيوان. لا ابى اقول لك شيء. اول معلومه مهمه، الجراد ما في دم ما فيه. شوف دم ما فيه، ماكو دم. شوف دم ما فيه. حلو. انا صايم ولا كان وريتك الحين؟ اي طيب. طبعا بعطيك معلومه الاهم ان الحشره هذه اللي مثل ما قلت، الحشره هذه ما تاكل اي حشرات ثانيه ولا تاكل اي شيء سيء، ما تاكل الا اشجار نباتات. يعني حقين الجيم ذول اللي يدورون بروتينات خليكم بالجراد ازين. اكثر بروتين. اكثر بروتين واللي ياكلون على فكره ترى البنات قبل العيال. يعني هو يعني نظيف، اكله نظيف تماما. نظيف وبروتين عالي، وبنفس الوقت انا بالنسبه لي افضل من الدجاج واللحم. ما شاء الله. هي عمليه البروتين هنا عالي، فخليك على جراد. ليش تستبعد؟ هذا نفرزنه ترى على فكره، فرزنه متى ما بغينا اكلنا. والله بدا يقنعني يا ابو بدر، والله بدا يقنعني. شكلي بشرك. والله صادق فعلا ما ياكل اي شيء الا نبات. ابد نهائي. يعني انت اسالك بالله، شوف المشهد هذا، في احد يقاوم؟ هو اللي يخليني اهون المشهد. انت خليك على المعلومات بدون المشهد تكفى. مشهد خرافي. يا الله يا الله يا جماعه. جراد ويسوي برجر بعد، يعني نام من الرجال الليل. هذا البرجر. الله شوف بدر، شوف العلم هنا يا بدر. ما شاء الله تبارك الدعوه صدق والله صدق. لا بعد تعال. ما شاء الله. الحين بدايه الكشنه. شو نقول بالكشنه؟ نقول هيا بنا. يا سلام. الحين نكشن على كيفنا، وعندنا فلفل البارد، وهذا الفلفل البارد بهالشكل هذا. يا الله شيء والله الرجال يشتغل بكيف يا ابو بدر، بنكهه. يعني مو بس حي الله، ما بجراد الفاضي. انا شفت جراد من مبطي وانا الناس ياكلون جراد، واشوف حتى اهلي احيانا يجربونه، لكن مثل المعتاد عليه يطبخه بالنار وقضينا فقط، لكن زي كذا ما شفت. هو تجاوز الاتقان الى الابداع. ما شاء الله. شوف الجمال، لمساتها الخاصه. لمسات. اوه انت شو بتسوي يعني؟ هذا شيء يملى العين. الحين وقت الصاج نقلقله. طبعا الان خيشه الجراد على طول مباشره، هو حي ترميه بهالشكل هذا، والمحار معك، حتى لو تطاير لا عادي. يا الله يمدينا على طول على القدر مباشره بهالشكل. طبعا الحين نحاول نثبته عشان ما يتطاير، وبعدين
على القدر نكتمه. بس فهد انت حطيته وهو حار، الملمع حار وهو حي. والله حار نار كذا صح ولا غلط؟ ها؟ لا صح صح. وعلى فكره ترى هو شكله كذا. الشيخ الفوزان لما سالوه قال هو اصلا كذا، اصلا تبين نذكيه هو بهالشكل هذا، يطبخ جراد ما يذكى. لا ما في تذكي ابد، على طول سقط بالماء الحار واكتمه واستمتع باحلى مذاق. الله يستر عاد والله احنا مذاق هذه. لا شيء رايق طعيم. يا رب اليوم فطور هنا بطعم بالدماغ، ما عليك. صوما مقبولا وافطارا نقول شهيا ولا ندور غيرها دكتور؟ ان شاء الله المهم المبتلى. لا مستمتعين احنا، ما عليك. اليوم بيكون الفطور مختلف. يلا انا متحمس صراحه، انا بشوف النتيجه. برجر يعني مستوعب. احنا ترى تو بدايات رمضان يعني، ونبدا ببرجر ترى طعيم. وعلى فكره ترى انا يومين هنا الاصدقاء. انت الحين بتحطه في برجر الجراد. شفت البرجر؟ بنضيف عليها بصل، بنضيف عليها كاتشب، بنضيف عليها مايونيز، بنضيف عليها الجبنه. السؤال: هل طريقة طبخه في الماء الحار وهو حي جائز؟ وش غيره تبي تذكيه؟ هذه طريقة ذبح الجراد، انه يطبخ في ماء حار ويموت في الماء. نعم. طيب تسمح لنا قبل ما تصل المرحله النهائيه بنجلس انا وبدر جلسه خفيف ونجيك. يلا تفضل على الاجواء الجميله الرمضانيه. نجيك، لا تخلص كل شيء لين نجيك. انا متحمس بشوف النتيجه مع الهمبرجر. جايينك الغالي وحبيبنا ابو بدر. انت تعريف ما شاء الله تبارك الرحمن. انت ما شاء الله ابو بدر، اقول سبحان اللي اصطفاك. الله يحسن. اي والله، الى انك اليوم ما شاء الله صرت نافع بما يخص الذات، واللي والله كثير من الناس يحتاجون الجانب هذا بشكل مهم في حياتهم. شفنا حلقتك ما شاء الله شهيرة في بودكاست اللي تجاوزت ما شاء الله كم؟ والله اني ما ادري الصدق. والله احنا ندري، اظنها وصلت 50 مليون ما شاء الله. كتب الله لها الصلاة الطيبة. وايضا برنامجكم التلفزيوني اليوم ما شاء الله في القناة السعودية في شهر رمضان. دامنا في شهر رمضان نتكلم عن الذات والتغيير. شو نغير اليوم من انفسنا خاصة في الشهر الكريم؟ اول شيء يعرف ان اللحظة المثالية للبداية هي لحظة الوعي الان. لأن بعض الناس يقولوا خلاص راحت علي. ما راحت عليك الآن، دامك عرفت الآن هي أفضل فرصة أن تبدأ، هي أفضل فرصة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأصل أن رمضان هو يختبر ويعيد ترتيب التلقائية في حياتك. شلون التلقائية؟ أنا التلقائية أني أقوم كل يوم أشرب قهوة، أروح دوامي في نفس ذا أو مدرستي، أرجع الغداء، العلاقات، الأزمنة. رمضان يجي يقلبها لك، يغير كل الحياة التلقائية، بمعنى أنه يعيد تشكيل عادات جديدة عند الإنسان. طيب ما هو الهدف؟ الهدف أن تكون عادات جديدة في غذائك، عادات جديدة في تعاملك مع وقتك، عادات جديدة في التعامل مع القرآن، عادات جديدة في التعامل مع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، علشان تكون عادة وتستمر هذه العادة. لأن رب رمضان هو رب كل الشهور. الناس مجرد ما ينتهي كثير منهم يعني رمضان، يعني اللي بيغير من حياته واللي بيضيف في الحياة عادة جديدة أو اللي بيترك عادة أضرته. نعم. الفرصة الحقيقية اليوم له هو رمضان. هذا معنى الكلام. أي لأسباب. أولا رحمات منزلة، شياطين مصفدة، شياطين مصفدة، والمجتمع الناس كلها مثلك. بعض المرات واحد وده يخفف بس يلقى ناس يأكلون. لا، الناس كلها تعيش مثلك، وبالتالي هذه كلها معينات انك تخلق عادات جديدة في رمضان. يعني محروم اللي يطلع الشهر ولا غير ولا أضاف في حياته شيء ولا تعدل شيء، رغم أنف من أدرك رمضان. نعم، فهو فرصة كبيرة جدا، والله عز وجل يعني الإنسان يسأل الله عز وجل اللي عانى فيها. لو الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا لن نستطيع، لكن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله يكتب أجرك يا أبو بدر. بنيجي للعلاقات وهي موضوع مهم، واليوم ما شاء الله كل يبي يستفيد من الأستاذ ياسر بموضوع العلاقات، وهي اللي فعلا أرقت الشباب وأرقت الجميع يعني. بس قبل ما نجيها بنشوف حبيبنا وصر عليه. ايش رايك؟ اوه ايش بيته فيه؟ نشوف فيه صوص طالع. ايش العلم؟ لا لحظة الجراد حطيته على
قبل الحين على الصاج. سبقنا الرجال. شوف ايش مقر ايش تكفى ذكني. عطني قرب. تبيها نقي لك واحده حلوه. شوف الجمال، شوف الزين. هذا الذهب. دقيقة خليني. يا الله يا الله. الذهبي. ايوه شوف الذهب، شوف لا شوف الفيس. طبعا يوكل مع الفيس طبعا. دقيقة خله يوكل مع ايش قصدك؟ مع لا يوكل مع الفيس اللي الراس كامل. الراس كامل اهم شيء. عيونها اذا ما صارت البطن تاخذ جولتين بالجو طعيم. انا والله ما ادري ايش اعلق. الحين حطيت برجر وبصل وكاتشب وايش وجبن. يا عيال اقسم بالله العظيم اني اشتهيتها. والله العظيم اني اشتهيتها. ايه نظيف والله العظيم اغراني. انا كنت مستحيل اكل جراد واقول حشره. لكن الان يمكن عاد يوم قال فيس وكذا حسيت انه برجر فخم يعني. فخم الموضوع على الفيس. حتى هو ما يقول الراس. اجمل فقره اول شيء لازم تنقي. شوف الزين تاخذ اللي لا ناخذ الكبار والجمال. شوف هذه، شوف ذي حجمه، شوف الجمال. حطه هنا نقي لك واحده. هذه حراق طبعا. يا ربي ستر. هذه حلوه ذي. وعندك كمان هذه. شوف يا ربي شوف الجمال بالجراد. يا سلام. عندك واحده. يا ربي ستر. عندك الثانيه هذه صغيره يا ويلي. شوف تلمع. ذهبيه ذهبي. هذا الذهبي. لما يقول لك ذهبي هذا الذهبي. ونضيف عليه طبعا الكشن اللي سويناه. هذا الكشن اللي سويناها نضيف احتياطيه. وش نقول الحين؟ والله يا فهد انك ما انت طبيعي. شوف احلى برجر. يا سلام. شوف الشكل رايق. والله رايق. والقرمشه موجوده. تقبل الله منا وصالح الاعمال. لسه لين يجي الفطور ماذا. انت لا تخليني حتى صيامنا بتقطعه. الحين الامور تمام. شوف نقول له يا الله يا جماعه شيء غريب. شيء من اغرب ما تشوف. شوف الجمال. شوفوا الجراد كيف. قسما بالله يا فهد اني كنت مستحيل اكل. لكن بديت تقنعني. لا انا ما ادري هو علشان الجبن ولا جوعان بعد اكثر. وانا جوعان صايم. شوف الجمال. شوف والبس طبعا يعطي نكهه. الكاتشب يعطي نكهه. عسى في بارد بس في بيبسي موجود كل شيء. خلها تضبط صح. عليك. وثلج. يملح هو ولا طبعا الاصل ما تملحها. عرفت؟ لانه في عندنا اضافات كثيره زي الاجبان فيها ملح اعلى. يعني خلاص الحين سوينا فطورنا. هذا فطورنا قضينا. هذا فطورنا. لا في فطور ثاني. في مطبق. اوه اشوى لقينا شيء نفطر فيه. الحمد لله الحمد لله. مطبق زين. الحشوه جراد. لا يا رجل لا احنا مستنسين ان لقينا مطبق بناكله. تحط مطبق بالجراد. مطبق خضار تبي. مطبق جراد انت تحط. صادق ولا لا جد والله فهد؟ انا اسالك بالله في حد لا فهد بلا صدق والله اني اسالك صادق. انت تحط مطبق جراد ولا تساوي؟ لا صادق الحين تشوفه والله الحين. ها ما شاء الله. ولا اقول لك شيء حط لنا مطبق. شوفه مطبق الجراد. شوفه وراك. خلينا القهوه تمر. تكفى لا تسرق انت. يقول تكفى خلنا نضمن القهوه ما باقي لنا. لا تعطيني قهوه بجراد. القهوه الشاهي بس بنحط فيها الجراد بدل ما تاخذ لك تميرات يعني تكشن شوي ذواق التمر شوي ذواق الجراد مع القشطه. انا ذبحت. انت ذبحت. انا ودي هات قطر سعابيل. هذا الرجل شكله يعشق الجراد. الرجل ذا شكله جميل انت والله طال عمرك. شوف الذهبي. طيب شيل راسه. دقيقه خلني شيل الكاميرا مع بعض. اي 1 2. يا ربي سترك. اي والله يا تبدأ. الله يستر عليك. طيب بدر الرجال يشتغل في المطبق. شكله صادق الرجال. وبدر كيف تكون رقم صعب؟ زي كذا يعني بالمبادرة. شلون؟ من أساليب أن يكون الإنسان رقما صعبا أن يكون مبادر. مثلا طيب أنا أكون رقم صعب في بيتنا، كيف أصير رقم صعب بين أخواني؟ كيف أصير رقم صعب في المكتب في العمل؟ كيف أكون رقم صعب بين أصدقائي في الاستراحة في أي مكان؟ أنا أكون رقما صعبا. واحد من الأشياء التي تعين، واحدة من الوسائل تعين أن يكون الإنسان رقم صعب هي المبادرة. تعريف المبادرة يعني مثل أخوياي في الاستراحة أنا بادر أجيب القهوة، أنا بادر أنفعهم في كذا. فكرة المبادرة فعل ما هو مطلوب قبل أن يطلب. نقطة. بمعنى والله أنا ماشي لقيت شيء طايح في الأرض. هل هذا مطلوب أنه ينظف؟ نعم مطلوب، مو بالضرورة مني. فعل ما هو مطلوب قبل أن يطلب، فإن طلب مني فأنا مأمور، مالي الآن ماني مبادر. إيه؟ فبر الوالدين أصلا قائم على المبادرة. أما إذا أمرونا هذا مو بر الوالدين.
والمبادرات على عدة مستويات. المستوى الأول هو أحط مستويات المبادرة، هم الذين ينتظرون الأوامر. احنا نشتغل في البيت وعندنا عزيمة وقاعد يلعب سوني، قام اشتغل، قال ما حد قال لي. هذا أسوأ شيء. هذا أسوأ شيء. هو ما يقصر لو نقول له، بس هو ما ينتظر حاجة. طيب هم الذين ينتظرون الأوامر في الدوام، ينتظرون الأوامر، يوقع من البصمة للبصمة، بس ما يشتغل إلا إذا طلب منه الشيء. في نوع أحسن منهم شوي، هم الذين يسألون عن الأوامر. اللي يشوفك كنت تشتغل يقول نفزع. هذا اللي يقهرك، اللي تقول يا أخي لا خلاص لا فكنا. طال عمرك احنا اللي نخدمك تجلس طال عمرك. نشوفهم في البيت مثلا نشتغل أحيانا، نجد من هذا النوع هم الذين يسألون هل في شيء. في أحسن منهم هم الذين يقترحون، اللي يقول ايش رايك نظف، ايش رايك مسوي. فهو يعني يخبر قبل أن يفعل. إذا ما وجد مساندة قال أجل بسلامتكم. في نوع أفضل منه هم الذين ينوون، اللي يجي يقول يا جماعة أنا ناوي أسوي، من بيشتغل معي سواء قالوا نعم أو لا، ناوي أنظف، ناوي أرتب، ناوي أفعل. ممتاز. هذا نوع أفضل. في نوع أفضل منه هم الذين مو بينوون، هم الذين يفعلون ثم يخبرون. يجي يقول أنا إيش رايكم سويت كذا، إيش رايكم فعلت كذا، بس بعد ما يسوي. يعني فعل هو. لك صورة في الجروب أنا سويت كذا، يعني يخبر. وخير منه عاد النوع الفاخر، كن مبادرا تكون الرقم الصعب. نعم. نشوف خوينا نطبق الصر عليه والله. يا رجل والله بنفطر افطارنا اليوم غريب يا ابو بدر. اول شيء نبدا هنا ما شاء الله. هذا مطبق. هذا مطبق يا رجل. برجر ايه جينا نطبق. كم تبي حبه بس اختار. تصادق اليوم حط هذيك 4. انا طبعا يهمني دائما الكشنه. شوف الكشنه الله. وصل وناسات. هذه المرحله الاولى. نطبق هذا نطبق جراد. تبي نضيف ولا خلينا على الوزن دي ولا ابو بدر؟ هذا يكون الرقم الصعب ولا كيف؟ هذا بادر بشيء جديد. بدر طبعا اول جراد ينحط مطبق. طبعا عشان تستوعب مطبق له طرق تقفيله، لكن عشان تستوعب الرقائق هذه خاصه بالزيت، يعني لا تتعب روحك. خله كذا طبق ايه بس امسكه مسكه زينه. تبي تشوف كيف طريقه تماسكه على وين؟ على الزيت. بسم الله. شوف طريقه التماسك على طول. طيب فهد، انت يوم تسوي هذا انت فعلا كشيء جديد ولا انت تستمتع بطعم الجراد؟ الاكل الاصل فيه ثابت، والاصل بالتطور والنمو والابتكار. احنا ما ابتكرنا ولا شيء. بدل ما اكل الجراد كذا اكلته في برجر. اي بس انت فعلا تحب الجراد عشان كذا هاوي لاجل جالس انت تتفنن يوميا. ترى احنا يعني قالوا الان لنا شهرين تقريبا الجراد واصلنا والى الان. وليش تحب الجراد؟ بدل ما تاكل لك دجاج ولحم، هذا بروتينه اعلى اذا تبي بروتين طبعا. يعني قيمتها الغذائيه قيمه غذائيه عاليه. ايوه. بالاضافه ووفر فلوس بعد. اوفر تلقاه باقرب زاويه. كم يكلف ولا شيء؟ يديك بس. عرفت؟ يقول قيمه غذائيه ووفر. الان خلصنا الوجه الاول. شوف ازين مشهد وين. بس عطت مسافه شوي عشان الزين. ايوه. بسم الله. واو. شوف الجمال. شوف القرمشه. تستمتع. اليوم الفطور خرافي. بروتين عالي. الله يا بدر التعليق عندك. والله إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا أن يركب. شفت الجمال؟ شوف أحلى مطبق جراد. والبرجر لا تنساه. ما شاء الله. ما شوف لا بدا يذوب بدا يسيح. شيء خله مسكر. خله شوف واو. طبعا الكمية. شوف الحين أنا متحمس. هل بناكله ولا ما احنا بناكله هنا؟ شوف الكمية. هذا لنا وللجميع شكله. هذا تبي طبعا على فكرة معلومة مهمة. احنا مفرزن، يعني هذه تفرزن بعلب، عرفت؟ وخزن بالثلاجة متى ما بغيت طلع واستمتع. شيء اضافي يعني. ان شاء الله. شيء شد نسولف معك من اليوم ما تونا نشوفه. هذا وش ذا؟ انت وين تطبخ انت؟ لا نطبخ داخل قدر. ايوه. هذا ايش؟ اكبر قدر بصفة القزوز. يعني انا فصلت قدر كامل وهذا القز تحت. فعلا هذا قز. هذا هو اللي هو مثل هذا قز وهذا القدر. شوف ايش كبره. تفضل ابو. تفضل يلا حيه.
أبو بدر يا هلا اللي يشرفونا. القدر الله يستر. والله داخل القدر ما تجي. ايوه الان بهالطريقه هذه ما شاء الله ما شاء الله. الصوت القدر داخله قزوز، طبعا يعتبر اكبر قدر كفكره قزوز يعني. يعني احنا هنا احنا اي الحين انت هنا. لا هنا مكانك. ايوه في السنتر يعني. وهذا القز هذا القز هذا اللي تحت اللون الاسود اللي هو هذا. ما شاء الله مبتكر الرجل، مبتكر الرجل. هذا الاسود قصدك اللي هو اللي تحت ده هو القز هذا. الرجل مبتكر يعني ما هو جالس يسوي بس متعة الطبخ عادي، يحب يتفنن. استمتع. اي ما شاء الله. شوف الدخنه والرائحه الزكيه والجمال. ما شاء الله عليك يا فهد، والله كفو والله كفو، مطبخ الملايين. الله يزودك من الملايين، بس ملايين ايش؟ ملايين جراد ولا ملايين فلوس؟ احنا المطبخ انت الملايين. بعد راسي الله يطول لي بعمرك. ما شاء الله ما شاء الله. اللي صار وش؟ جلس نسون القدر ونسينا. احترق. لا حول. هذه نهايه السواليف. طيب حط غيره وحط الجراد، يروح الجراد. الجراد شوفوا طار، شوفوا ما جاء شيء الجراد، ما عليك احنا بدك دخلنا القدر ونسينا. راح نسولف. لكن جد والله هو شهي، والله هو شهي. حسبي الله على الظالم. لا اغريتني شكلك بتقنعني يا باكر. شوف الجراد هو مطبق خلقه واضح انه يقرمش، والجراد يقرمش كله يعني. اوف ما شوف القرمش. شوف شيء ما شاء الله. تمام. طيب على ما بالك جهز عشان السفره وبنفطر ان شاء الله، بس شوف اذا تكفى الصنف غير الجراد عشان نقدر ايه نظبط فطور كذا زايد شوي. بناخذ مع الدكتور وجايينك يا عقل. أبو بدر كثير يقول أنا سويت معروف وانخذلت، وهذا أغلب الناس يقع فيها. نعم. سوى معروف سوى تعب آخر شيء انخذل، يا أنه جحدوه يا أنه من هالكلام. هو شوف قد يكون بذل معروف لا شك أنه زين ورائع وجميل، والمردود من الله سبحانه وتعالى، هو سيكون من الله سبحانه وتعالى ولا يرجيه من المخلوق. الضعيف لا يرجي الضعيف، والعاجز لا يرجي العاجز، والمحتاج لا يرجي للغني سبحانه وتعالى والمستغني عليه عن خلقه. لكن وين الإشكال؟ أحيانا تكون الإشكال أنك أنت بذلت المعروف في غير أهله فقط، أما فكرة البذل ما بشينه، بس أنك بذلته في غير أهله. في غير أهله. فأحيانا النبل يتحول إلى عليك إلى نبل يجيك يرجع عليك سهام. المشكلة في الآخر مو فيني. ولكن أيضا يا أبو ملفي، العاقل من يبذل المعروف ليشتري به العقلاء، ويبذل المعروف ليدفع عنه الحمقى. الله يحطها في باله. يحطها في باله. الله أنا عظيم. ممكن أحط معروف لأن هذا يستاهل، وأنا أشتري العقول وأشتري الرجال وأشتري معرفتهم وأكسبهم وأخدمهم لأني أرجو قربهم، كما أني أبذل المعروف لأدفع عن هذا الإنسان، لأدفع عني شر هذا الإنسان. طيب شلون تتصرف إذا أحد جحدك وخذلك؟ صدق مو بكلام مثالي، قل مرحبا بالحياة الواقعية. هذا الواقع الحياة، هذا الواقع ترى. ليش؟ شوف لا تدعي انك في الجنة، شوف كل شيء، ولا تدعي اننا ملائكة. كل شيء عالي جدا وغالي جدا اعرف انه قليل، ولذلك الوفاء عزيز. ليش عزيز؟ لأنه قليل. لو الوفاء في الناس كثير ما كان لقيمة الوفاء قيمة. وفلان وفي وإذا صار وفي كل الناس وفي، لا مو كل الناس وفيين. وذلك أنت لا تتوقع من الناس أنها عش وكم ترد عليه، تأتبع على موقفه، ولا خلاص تكمل حياتك وتعيش؟ شوف هذه صعبة صراحة. ليه؟ لأن من عفا وأصلح، أنت الهدف أنك تصلحه، لأن هل بينك وبينه علاقة بتستمر بتكمل بتشوفه دايم كذا مهم أنك ترد عليه لتصلح العلاقة بينكم عشان تقدر. أما واحد مدفي أبد ظهر الغيب بينكم. الله. نفطر يا أبو بدر على الجراد. الله يعين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يبي تغرب الشمس إن شاء الله نفطر فطورنا. ما شاء الله جهز سفرته يا أبو بدر، جهز السفرة ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نفطر افطار مختلف اليوم عند الغالي فهد العنزي في ديوانية الملايين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما أكلت الجراد؟ احنا ما احنا ماكلين انا وبدر لين تاكل. ابشر الله بس يعني. يلا سمي. بسم الله. يلا اصبر افتح في جراد اول عشان تاكد يقولون طلعوا. شوف اصبر اوريك اياها. هذه جراد. الروس اصبر دقيقة بعد مزين لك حراق. انا ما اكل حراره ترى بس يلا شوف الامور تمام. بسم الله. كرمشه والله بدا بالراس يا ابو بدر. ما شاء الله بالراس جعله والله بالعافيه. جعله والله بالعافيه ابو بدر. ما شاء الله تبارك الرحمن. من يوم ما شاء الله تبارك الرحمن ظهرت والناس كلها تسأل واللي عنده يبي فائدة واللي يبي معلومة. وإيش رأيك نفتح المجال اللي بيسأل يحط سؤاله وتجاوب عليه طال عمرك. مستعدين طبعا. تم على ليلة رمضانية بعد صلاة التراويح يا رب من فضلك.